السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة يا شباب بإذن الله هعرفكم ازاي تقفلوا جميع التطبيقات او تطبيقات معينة بالبصمة في الاندرويد او بنمط او بكلمة سر. انت لك حرية الاختيار، اهم حاجة يكون في تليفونك فيه ميزة البصمة وانت تكون قافله ببصمة، وبعد كده تتابع الشرح ده معايا بإذن الله. بس اتمنى منكم قبل ما ابدا في الشرح تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتدوسوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ومن غير مقدمات كتير يلا نبدأ في الشرح. الطريقة سهلة جدا يا جماعة، بتروحوا المتجر وبتقفلوا قفل التطبيقات بالبصمة. تمام. عشان انا والله ممكن انسى وما اضيفش اللينك بتاعه، وده شكل التطبيق اللي احنا هننزله. تمام. ده شكله يا جماعة اهو، بتلاقوا دي الصورة بتاعته، وده الاسم بتاعه بالظبط، وده اسم المطور بتاعه اللي هو تراستد تولز. تمام. ولو نزلنا تحت وجبنا الصور، دي الصورة بتاعته اهي بالظبط، ودي حجم التنزيلات بتاعته. تمام. اهو حتى يعني الناس بتقول لك تطبيق جيد جدا، تطبيق فخم ومش عارف ايه والكلام ده كله. تمام. احنا ما علينا بتعليقات الناس، احنا نجرب الحاجه بنفسنا ونحكم عليها بنفسنا. بعد ما تنزلوا يا جماعه هتروح دايس فتح وتركز معايا في كل خطوه انا هعملها. اول ما تفتح معاه هيقول لك ضيف البصمه بتاعتك، هتروح ضيفها. تمام. هيروح فتح معاك بالشكل ده. ممكن ما يفتحش معاك على طول زي كده، يقول لك ضيف نمط، فانت هتعمل نمط. وبعد كده هتروح رايح على علامه الضبط اللي فوق دي، وهتلاقي دي مقفوله، هتروح مشغلها. تمام. وهنا بيقول لك لو انت مش عاوز تستخدم البصمه تستخدم ايه مكانها، انا مختار النمط. تمام. انت ممكن تختار رمز بي اي ان وتعمل رمز بي اي ان زي ما انت عاوز، بس انا ايه مختار النمط. تمام. لو عاوز تغير رمز المرور تقدر تغير النمط ده يا جماعه، مثلا بدل ما اهو، بدل ما كان علامه صح انا خليته كده. بعد كده يا جماعه هنرجع اشرح لكم الاعدادات بعدين. فهنا قسم قفل التطبيقات هنروح عليه. وانا دلوقتي مش قافل غير تطبيق جوجل كروم اهو، كده كده ما فيش ولا تطبيق هنا مقفول. شايف بيقول لك ايه؟ صفر من التطبيقات المغلقة. فانا هروح عليها تاني، ومثلا وهبحث هنا عن تطبيق جوجل كروم وهقفله. وبعد ما هقفله يا جماعة هنروح نجرب التطبيق مع بعض. دلوقتي يا جماعة هنروح نفتح متصفح جوجل كروم ونشوفه هيطلع معانا بالبصمة ولا لا. هندوس عليه، وزي ما انتم شايفين انا مش عارف البصمة ظاهرة عندكم ولا لا، بس هي انا هفتح بيها حاليا. بصوا اهو، مجرد ما بعمل كده زي ما انتم شايفين بيفتح معايا. هرجع وادخل تاني. طب دلوقتي انا مش عاوز استخدم البصمه، مثلا ايدي فيها ميه او مبلوله او فيها حاجه، هدوس علامه الرجوع وهستخدم النمط بسهوله جدا. شفتوا سهله كده ازاي؟ اهو. تمام. طيب دلوقتي في شويه اعدادات احنا عاوزين نظبطهم. هنفتح التطبيق مره تاني. لو عاوز طبعا تقفل التطبيقات تقدر تقفل براحتك يا جماعه، بس انا ايه مش عاوز اقفل التطبيقات دي. فانا هقفل مثلا التطبيق ده بس، تطبيق بنك اسكندريه مثلا كمثال. وبعد كده هرجع. والمميز في التطبيق ده انه في خزنه تقدر تضيف فيها الصور بتاعتك يا جماعه. هتدوس منح وتديه كل الصلاحيات هنا، وزي ما انت شايف تقدر تدوس على علامه الزائد وتعمل مجلد جديد، او تروح تجيب صور وتخزنها براحتك هنا من غير ما حد يشوفها نهائيا. تقدر هنا تغير الخلفيه بتاعت القفل بتاعك بسهوله اهو. ده هيكون شكلها يعني، وده هيكون شكلها. تدوس تحميل او تطبيق. ولو رحنا على العلامه بتاعت العلامه دي يا جماعه اهي، دي معناها لو حد حاول يجرب في النمط بتاعك او يعمل التليفون ياخد له سكرين شوت هتقول له ايوه. طب بعد ما يجرب كم مره، بعد مثلا ما يجرب مرتين خد له لقط الشاشه وتعرف مين اخوك او اختك او واحد حرامي او ايا كان مين يعني. وهندوس علامه الضبط ونشرح باقي الاعدادات. هنا بيقول لك ايقاف تشغيل وساعات الى بلوك، سيبك منيها دي. في هنا بريد الاستعاده لو نسيت كلمه المرور فضيف دي احتياطي. وهنا بيقول لك التطبيق يتقفل امتى، بعد ما تطلع منه ولا بعد ما تطفي الشاشة ولا وقت مخصص. يعني انت دلوقتي يعني انت هديكم مثال، انا ديني دخلت على متصفح جوجل كروم. تمام. نقفل التطبيق مرة تانية عشان انا ما قفلتهوش. تمام. عشان اديكم مثال بس عليه. انا ديني دخلت التطبيق يا جماعة. تمام. اتقفل، فتحته، طلعت، دخلت تاني برضو اتقفل. انا مش عاوزه مثلا يتقفل الا بعد ساعة. تقدر تعملها الحركة دي ايوه. طب مثلا مش عاوزه يتقفل الا لما اطفي الشاشة وشغلها تاني برضو عادي. ازاي؟ هقول لك دلوقتي. لو تلاحظ هنا يا جماعة في الاعدادات كان مكتوب ايه؟ بعد الخروج اللي بعد انطفاء الشاشة ولا وقت مخصص. بعد انطفاء الشاشة دي اللي هو بعد ما تطفي الشاشة. بعد وقت مخصص انت تقدر تخصص مثلا ساعة، ساعتين، 3 ساعات اهو. تمام. هنا الساعات، وهنا الدقايق، وهنا الثواني. تمام. هنا مثلا بعد 3 ساعات عادي. تمام. اهو كده هتفضل تطلع وتدخل. ادي اول مرة اهو. بعد كده خلاص هتفضل تطلع وتدخل، تطلع وتدخل، بعد 3 ساعات بالظبط هيتقفل. اتمنى تكون الحتة دي بس وصلتكم. او بعدين انطفاء الشاشة على حسب ما انت عاوز، انا هخليها بعدين انطفاء الشاشة مثلا.
وهنا بيقول لك تمويه التطبيق، تقدر تغير شكل التطبيق، مثلا تخليه شكل آلة حاسبة وتدوس حفظ وكده هيتغير شكله. تمام. وهنا تقدر تغير اللغة. وهنا تقدر تعمل حماية ضد إزالة التثبيت، هتدوس للضب وتروح عامل تفعيل، ومفيش أي حد هيقدر يلغي تثبيت التطبيق نهائيا. تمام. بس وبكده يكون شرح النهاردة انتهى. أتمنى ربكم أفادكم، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.